لو انا شخص اوفر ويت، او لو انا شخص مثلا وزني زايد شويه، ايه اللي انا ممكن اعمله عشان اخس؟ بدايه، لو انت شخص مبتدئ فانت هيحصل لك حاجه في البدايه اسمها البادي ريكومبوزيشن، بمعنى ان انت هتلاقي نفسك مع الاكل المظبوط، مع النوم المظبوط، مع التمرين المناسب ليك، هتلاقي نفسك ان الماسلز عندك بتزيد والدهون عندك بتقل. ليه؟ ان انت دخلت جسمك في حاله شوك، فالجسم بالتالي هو محتاج يبني عضلات باسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت زودت المجهود بتاعك، فبالتالي الحرق بتاعك زاد بشكل لحظي او بشكل بسيط جدا في الفتره بتاعه البادي ريكومبوزيشن، فانت هتلاقي نفسك دهونك بتقل وعضلاتك هي اللي بتزيد. ففي الفتره دي بالذات حاول انك انت تتبع اكل متوازن، سعراتك الحراريه تكون مينتننس او تكون في مرحله ثبات، لا انت عايز تزود وزنك ولا انت عايز تقلل من وزنك. واشرب ميه كفايه، اشرب ميه كتير جدا، اشرب ميه كويس، وبرضه في نفس الوقت تحافظ على جوده النوم بتاعتك. برضو قبل ما نتكلم في اي حاجة، انا عايزك في المرحلة بتاعة النزول في الوزن تاخد وقتك وغير الروتين بتاعك جزء جزء. ما تاخدش الحاجة مرة واحدة، اهدى على النتائج. بمعنى يعني ايه تغير الحاجة جزء جزء؟ لو انت ما بتنامش كويس، نام كويس في البداية. لو انت مثلا بتحب ان انت تدخل جانك فود كتير، ابتدي قلل في الموضوع ده. لو انت بتاكل اكل دسم او اكل مسبك بشكل عنيف جدا، ابتدي مثلا دخل وجبة صحية او وجبتين صحية، مثلا مشوي او مسلوق او مثلا على البخار او حتى في الاير فراير، مفيش اي مشكلة. لو انت ما بتتمرنش او لو انت ما بتعملش الكارديو بتاعك، اتمرن واعمل الكارديو بتاعك، دي حاجات مهمة. طيب، لو انت بقى شخص عنده دهون كتير او انت اوفر ويت، زي ما قلت لك هتزيد عضلات، وخصوصا كمان اللي انت هتزيده اكتر حاجه هي عضلات الرجلين. ليه؟ علشان انت في فتره الاوفر ويت طبعا لما انت بتدخل التمرين مع الكلام دوت، انت بتحتاج انك تدخل الكارديو بتاعك او تدخل كارديو كتير في المرحله ديت، فانت بالتالي انت كده كانك ضربت تمرين الرجل في اتنين، لان انت بتتمرن رجل وبرضه في نفس الوقت بتلعب كارديو. ولو تلاحظ ان اغلب الناس اللي بيكونوا ساعات اوفر ويت، لما بينزلوا في الوزن بتاعهم وعضلاتهم بتبتدي تبان، من اكتر العضلات اللي بتكون ملحوظه عندهم هي عضله السمانه. ليه؟ لان هو الراجل بيلعب كارديو كتير، بيلعب هيد كارديو، بيلعب كارديو مسافه طويله، بيبتدي مثلا ب 15 دقيقه بيعليهم 20 30 40 وهكذا. ولان انت برضو دهونك ذات نفسها هتستعمل كطاقه، فانت هتلاقي نفسك اوريدي ايه، دهونك بتقل. حاجه كمان وهو نمط حياتك. مش عارف انا عيني مالها فيها ايه. نمط حياتك. نمط حياتك هيأثر عليك. نمط حياتك هيأثر عليك، فخلي بالك من حاجة زي كده كويس أوي. بمعنى آه ما بتفطرش، آه تاكل سكريات كتير، ما بتنامش عدد ساعات كافية. حتى لو نومك متلخبط او انت بتنام الصبح، برضو ممكن تلاقي نفسك ما بتنامش عدد ساعات كافية، دي مصيبة. الاستريس ليفل عندك عالي قوي. كل دي حاجات هتأثر عليك في نفسك، فاهم، او عليك في حياتك بشكل عام. فحاول ان نمط حياتك ما يأثرش عليك، لا، حاول انك انت تستغل نمط حياتك ان انت تضيف له عادات صحية، فانت بالتالي تلاقي نفسك انتاجيتك بتزيد، والهدف اللي انت عايز توصل له لجسمك بتبتدي تحققه. زي ما قلت لك، نومك ما ينفعش ان هو يقل عن 6 ساعات او 7 ساعات. نومك يكون من 6 ل9 ساعات، ويكون بجودة كويسة، ويكون ديب سليب، ويكون خصوصا بالليل مش بالنهار. طيب، لو انا مثلا يا كوتش يومي متلخبط والدنيا مش احسن حاجه وعدد ساعات شغل كتير، وممكن ان انا كمان انام 6 ساعات او اقل من 6 ساعات، ممكن تعمل حاجه في نص اليوم اسمها ناب تايم. بتكون من 20 دقيقه لحد 45، وساعات بتوصل ل 90 دقيقه، على حسب انت عايز تعمل ايه. او يعني ابتدي ان انت تدخل الناب تايم ديت في اليوم بتاعك. هتلاقي نفسك ان الناب تايم ديت عملت لك فاصله في النص، فصلت عن الدنيا خالص، ريحت اعصابك، ريحت عينيك، ريحت جسمك، ترجع كأنك بتشحن طاقتك من جديد وبتقوم تكمل. طيب، ممكن حاجة كمان، لو انا جسمي وصل لمرحلة البلاتو اعمل ايه كمان؟ ممكن عشان جسمي يوصل لمرحلة البلاتو ان انا ارجع خطوتين لورا عشان اطلع كمان 10 خطوات لقدام. بمعنى لو تمريني زايد عليا قوي وانا حاسس ان الدنيا مش احسن حاجة، ممكن ابطل تمرين فترة، يومين 3 4. زهقت من الدايت، ممكن ادخل تشيت ميل مثلا كل 7 ايام او 10 ايام، تشيت ميل واحده بس في اليوم كله، مش اليوم كله تشيت ميل. بقالي مثلا فتره شهر ما خدتش تشيت ميل، مفيش مشكله، ممكن ابطل دايت خالص،
ابطل دايت خالص ولا اهتم بنسبه بروتين ولا كارب ولا فات، وهو يوم واحد بس، تمام، ادخل فيه اللي انا عايزه، اكل فيه اللي انا عايزه، بعد كده ارجع اضرب تاني الدايت وارجع ادوس ايه من تاني وافتح على الرابع. أه حاجه كمان من ضمن الحاجات، زي ما في كالوريز ان في كالوريز اوت. بمعنى كالوريز ان هي عدد السعرات الحراريه اللي انت بتدخلها على مدار اليوم من البروتين والكارب والفات. كالوريز اوت وهي السعرات الحراريه اللي انت جسمك بيستهلكها علشان يؤدي الانشطه اليوميه بتاعته. بمعنى انت بتدخل كالوريز ان في حاله الكاتنج او في حاله التنشيف او في حاله ان انا عايز انزل وزن جسمي. في حاله تنزيل الوزن انت بتدخل عدد سعرات حراريه اقل من اللي جسمك بيحرقها، علشان جسمك لما بس خلي بالك مع حاجه هنا قبل ما اكمل كلامي. انت لما بتدخل سعرات حراريه اقل من اللي جسمك محتاجها بتدخل بنسبه طفيفه جدا. ليه؟ بتدخل بنسبة طفيفة جدا عشان تحافظ على مستويات الطاقة، علشان تحافظ على نسبة بروتين محترمة لجسمك، علشان يحصل إعادة تجديد للخلايا وخصوصا الخلايا العضلية وتحافظ عليها. بتدخل نسبة دهون برضو كويسة جدا ومعقولة علشان تحافظ على الهرمونال بالانس بتاعك أو التوازن الهرموني اللي في جسمك. فأنت لازم تاخد بالك من حاجات زي كده كويس أوي. طب يا كوتش، ممكن أعمل ديفيسيت من مسافة قد إيه؟ من 250 لحد 1000 سعرة، على حسب أنت عايز الدايت بتاعك يكون عنيف بأنهي درجة ممكنة. فزي ما قلت لك نرجع تاني، كالوريز ان كالوريز اوت، اللي انت بتحرقه قصاد اللي انت بتدخله. تدخل قد ايه وتحرق قد ايه ده على حسب هدفك انت، وعلى حسب عايز توصل لهدفك في مسافة قد ايه، وهتقدر تستحمل الدفس اللي انت تعمله ولا لا. وكمان في نفس الوقت على حسب نشاط يومك. بمعنى لو واحد عنده بدل الشغل 2 و3 شغال عدد ساعات كتير، فده مش هينفع اقول له مثلا نعمل لي عجز 500 500، مش هينفع اقول له اعمل لي عجز 500. ممكن اقول له 300، ممكن اقول له 250. بالاضافه ان الراجل ده كمان بيتمرن. الراجل ده بيتمرن وبيعمل كارديو وبيشقى في التمرين وعرق وقصص وبتاع ومش عارف ايه ومجهود والياف عضليه بتتقطع. فبالتالي الراجل دوت لما انا هعمل له 500 سعره ديفيسيت او 1000 سعره ديفيسيت، الراجل ده هيجيب منين كارب علشان يعمل ريبلنش او ان هو يدخل جلايكوجين في الخلايا العضليه بتاعته من تاني عشان يستعد لليوم بتاع التمرين اللي جاي؟ هيدخل بروتين منين عشان يعمل اعاده تجديد للخلايا؟ هيدخل دهون منين عشان يعمل هرمونال بالانس؟ خدت بالك؟ طيب، دي تاخدنا لحاجه تانية بعدها اسمها قلل من اكلك او زود في المجهود. بمعنى لو انا عايز اعمل كاتنج، حاجه من الاتنين هعملها، يا اما هزود في الاكل، يا اما ممكن هثبت الاكل، او بمعنى اصح هزوده زياده طفيفه شويه لو انا شخص بجوع كتير، بس المجهود هيعلى قوي. بمعنى ان انا لو مثلا بلعب كارديو 10 دقايق، لا هخليهم 20. لو بلعب كارديو 20 دقيقه، لا هخليهم 30. آه لو هتمرن 4 ايام او 3 ايام في الاسبوع، لا هخليهم 5 او 6. وده مش احسن حاجه، خليهم 5 ايام ماكسيمم لو انت شخص ناتشورال. تمام. آه طبعا لو جينا نتكلم عن الكارديو، الكارديو اللي بيبقى ليه مهم في فتره الكاتنج او حتى كمان في فتره البالكينج، الكارديو حاجه من ضمن الحاجات اللي بتعلي دقات القلب، استهلك اكسجين كتير، اخش في مرحله الفات بيرنينج زون، فبطلع الدهون مع هواء الزفير. ده في حاله الكاتنج. طب في حاله البالكينج، في حاله البالكينج انا محتاج احافظ على الجوده القلبيه بتاعتي، او بمعنى صح جوده الكارديو فاسكولار سيستم بتاعي، او اللي هو الجهاز الدوري التنفسي بتاعي. لان طبعا كل ما حافظت على الموضوع دوت ان القلب يقدر يضخ دم بسرعه كبيره جدا في الجسم وفي العضلات، كل ما ده ساعدني ان انا اشيل اوزان اكتر في فتره البالكينج. وكل ده كمان برضو ما ساعدني ان انا احافظ على شده التمرين بتاعتي في فتره الكاتنج. طيب لو جينا نتكلم عن تمرين الهيت HIIT، هل هو فعال او هل هو افكتيف شويه عن الكارديو العادي؟ الاجابه هي لا. الهيت كارديو ما هو الا طريقه كارديو معينه انا بستخدمها علشان اخف من عليا الكارديو الكتير. او بمعنى الهيت كارديو هيخليني اعمل ال 40 دقيقه في ربع ساعه. فاهمني ازاي؟ طب طريقه عمل الهيت كارديو ايه؟ مثلا انا لو هشتغل عليها، هشتغل عليها 30 ثانيه سبرنت، جري مسافه، جري بسرعه، قصادها مثلا من دقيقه لدقيقتين راحه على حسب مستواك. ممكن توصل ل3 دقايق راحه. طيب، ليه برضو بنقول ان انت تتمرن مع انك انت شخص بتعمل كاتنج او بتقلل من وزن جسمك؟ لان كل ما العضلات زادت، كل ما حرقك للسعرات الحراريه زاد. بمعنى
هل الشخص اللي بيبقى عنده عضلات زي الشخص العادي؟ لا، الشخص اللي بيبقى عنده عضلاته ديت بتستهلك كم سعرات حراريه عالي، فبالتالي الشخص دوت ممكن ياكل براحته، ممكن في بعض الاحيان ما يضطرش ان هو يحسب سعراته. بس خلي بالك، ده الشخص المتقدم او الشخص اللي بيبقى قادر ان هو يحسب سعراته حتى بالنظر. فاهمني؟ فانت لازم تاخد بالك من حاجه زي كده. فانت كل ما زودت ماسلز، كل ما هتحرق سعرات اكتر حتى لو انت قاعد ما بتعملش اي حاجه. ليه؟ لان العضلات ديت هي اوريدي موجوده في جسمك، بتتطلب مجهود علشان تفضل موجوده، او بمعنى اصح انا موجوده وبحرق سعرات حراريه. فبالتالي حتى لو انت على الكاوتش او انت نايم او انت بتستريح او ايا كان، العضله ديت عشان تتحرك وتبذل مجهود معاك وتحرك جسمك بتاخد من ضمن السعرات الحراريه اللي انت بتدخلها. فكل ما زادت العضلات، كل ما حرقنا سعرات حراريه اكتر. خلي بالك من حاجه زي كده كمان. شغال. زي ما قلت لك، حتى كمان بالنسبه للاكل بتاعك التزم بنسبه بروتين محترمه جدا، من 1.6 من 10 ل 2.2 من 10. ليه؟ لان انت هتشبع. البروتين بيملى بطنك، بيشبعك، بياخد وقت طويل جدا عشان يتهضم. وبرضه في نفس الوقت حاجه من ضمن الحاجات القويه للبروتين ان هو بيعلي حاجه اسمها الثيرموجينيك افكت، بمعنى ان هو بيزود المعدل الحراري في جسمك او بيزود معدل حرق السعرات الحراريه. ليه؟ لان اصلا البروتين بيستهلك الطاقه بتاعه جسمك، اللي هي جسمك كده كده بيجيب الطاقه من السعرات الحراريه علشان يهضم البروتين ده. فدي حاجه برضه خلي بالك منها. برضو ليه دايما بقول في فترة الكاتنج صغر الوجبات، وفترة البالكنج كل براحتك على قد ما تقدر او كل وجبة كبيرة. فترة الكاتنج انت محتاج انك اكلمك طول اليوم تقول لي شبعان، اقول لك شبعان تقول لي لا، اقول لك جعان تقول لي لا. طيب، ده جزء من ضمن الحاجات. طيب الحاجة التانية، لو انت حتى كمان كلت وجبة كبيرة، بص كده كده الاكل لازم هيتهضم، مفيش حاجة اسمها الاكل داخل وده هيترمي في الزبالة وده لا. الفكرة كلها في ان ايه هو نوع السكر اللي داخل في جسمي، هل هو سكر معقد ولا سكر بسيط؟ يعني هل انت عايز تقنعني ان انا لما هدخل 200 جرام او 300 جرام شوفان هاكلهم في وجبه واحده يا سيدي، وانا قادر ان انا ممكن اكلهم في وجبه واحده؟ هل زي ما اكلهم زي ما هاكل مثلا 300 جرام موز، او 300 جرام مثلا حلاوه طحينيه، او 300 جرام عسل مثلا؟ اكيد لا. في الحاله بتاعت السكر البسيط الانسولين هيرفع معاك بسرعه، هيحصل له سبايك، فبالتالي جزء من السكريات اللي انت مدخلها هتترجم انها تتحول لدهون. ولكن في حالة إن أنا لو بدخل سكريات معقدة، هل هتتحول لدهون؟ لا، هتاخد وقتها في المعدة، هتتطول في المعدة حبتين تلاتة، هتلاقي نفسك حالة الشبع عندك قفلت عليك، ما انتش قادر تاكل أكتر من كده، فبالتالي هتلاقي نفسك شبعت. ليه؟ الجسم هياخد وقت طويل على بال ما يهضم الكربوهيدرات ديت. فبالتالي لما احنا بنقول تدخل ألياف أو تدخل كربوهيدرات معقدة، لأن بيكون فيها ألياف، فبالتالي الألياف ديت بتحسسك بالشبع، فبالتالي ما بتقدرش إنك أنت حتة اللي هو إيه، ألقط اكل حاجات ملهاش لازمه مش موجوده في الدايت، هو ده. فبرضه زي ما بقول لك في الكاتنج، ليه بصغر وجباتي كمان؟ عشان وسطي يصغر. لما اصغر وجباتي وسطي يصغر، الاكل اللي بيبقى داخل مش هيوسع جدار المعده والامعاء قوي، فبالتالي مش هيحصل التخمه، او مش هيحصل الفرده بتاعه البطن ان حجم المعده يزيد علشان يستوعب كميه الاكل اللي داخله دي. فاهمني ازاي؟ فانت كل ما تصغر وجباتك في الكاتنج، كل دوت ما هيساعد ان وسطك يصغر اكتر. وزي ما قلت لك في اول فيديو، حاول 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 تسيطر على التوتر اللي في حياتك، لان التوتر هيرفع هرمون الكورتيزول. ماليش دعوه بهرمون الكورتيزول اللي بيترفع اثناء التمرين، انا بتكلم عن هرمون الكورتيزول اللي بيترفع بشكل عام في الحياه. حاول تسيطر على التوتر. اوكي، كلنا بنواجه صعوبات في الزمن اللي احنا فيه، كلنا بنواجه حاجات قد كده دماغنا قد، فاهم؟ ولكن اهدى، ريلاكس، الموضوع مش مستاهل كل ده، بالراحه. طيب، لو جيت بقى اكلمك على اخر توبيكين عندي، بالنسبه للكرب وبالنسبه للكارديو، ايه هو افضل مصدر تنشيف ايه هو افضل مصدر كرب في التنشيف؟ بطاطس. ليه؟ بطاطس مليانه بوتاسيوم، فهتساعد كده كده في انها تحسن من الانقباضات العصبيه والانقباضات العضليه عندك. سعراتها الحراريه بالنسبه لكمياتها الكبيره قليله جدا، تقدر تعمل لها كرافتنج براحتك زي ما انت عايز، تقدر تعملها اير فراير، تقدر تعملها في الفرن، تقدر تعملها مهروسه، تقدر تعملها فراي مثلا زي ما قلت لك في الاير فراير، عايز تعملها مثلا في صينيه تعملها براحتك عادي جدا.
الحاجه اللي انت تستسيغها في الدايت او الحاجه اللي انت تحب ان انت تعملها بطريقه معينه في الدايت اعملها. محدش هيقول لك حاجه طالما ما زودتش في محتوى السعرات الحراريه اللي موجوده في خلال الوصفه او في خلال الحاجه اللي الكوتش بتاعك كاتبها لك. طيب تاني حاجه بعدها الشوفان. ليه؟ زي ما قلنا الشوفان مليان بالفايبرز، فهيشبعك وقت اطول. ده غير الفيتامينز والمينرالز الموجوده فيه. حاجه بعدها كمان الرز البني. ليه؟ لان كومبلكس كارب لسه ما تحولش للمصدر الكارب سورس البسيط او السيمبل شويه اللي هو زي الرز الابيض. بعديها توست اسمر. غالبا التوست الاسمر بيخش فيه دقيق ابيض بنسبه من 20 ل 30%، ولكن التوست الاسمر برضو بيكون في نسبه الياف محترمه، فده كمان هيساعدك في انك انت تشبع بشكل اكبر شويه. بعد كده عندي اللي بعدها بطاطا. بطاطا برضو من ضمن الحاجات اللي فيها مينرالز مهمه جدا للانقباضات العضليه والانقباضات العصبيه. المعادن. رز ابيض، وبعد كده مكرونه. مكرونه تحت 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 خالص. فالليسته ديت، طيب انا هعمل الليسته ديت بناء على جوده المصدر ودرجه اشباعه للجوع بتاعك في فتره الكاتنج. خلي بالك من حاجه زي كده كويس قوي. احنا هنا بنتكلم في توبك الكرب في ناحيه التنشيف، ان التوبك ده او الحاجه ديت هي هتساعدك على ان دي هتكون حاجه في جوده عاليه في فتره الكاتنج، وهتكون حاجه جوده عاليه برضو في نقطه اشباعك، انك انت هتشبع، مش انها هتخدم حاجه تانية. لا، انا بتكلم في مصدر الكرب، ان مصدر الكرب هو اساسا الكربوهيدرات. من ضمن الحاجات اللي احنا بنقعد نتكلم عنها في الفيديوهات، لان اصلا الكرب هو جزء من الحاجات اللي بتاثر على المخ ودرجه نشاطك، فانت بالتالي لازم نحطها كتوبيك اساسي في فتره الكاتنج وفتره البالكينج. طيب بالنسبه للكارديو، الكارديو احنا عندنا ثلاث حاجات. عندي فاست كارديو. ده مش اجمد حاجه. ليه؟ لان الفاست كارديو زيه زي الكارديو العادي، هنا بتحرق سعرات وهنا بتحرق سعرات، مفيهاش اي فرق خالص. الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول لك بلاش، ان انت لو عايز تعمل كارديو عنيف قوي فاستد على الريق، ده مش احسن حاجه بالنسبه لك. اللي بياخد استرويد يقدر يعملها، انت لا. التريدميل، ممكن لو انت عندك مثلا التريدميل اللي هي الكيرف ماشين، مش التريدميل العادي اللي هو بيشتغل بالكهرباء، لا، في اللي بيشتغل بالمومنتم بالحركه بتاعتك انت. ده افضل حاجه. ليه؟ لانه بيكون اقل حمل على المفاصل بتاعتك. لكن التريدميل برضو بالنسبه لي هيكون هو رقم اتنين. طيب بالنسبه للفاست كارديو هو رقم ثلاثة تحت خالص في الليسته. رقم واحد بقى، وده العظمه عظمه بجد، آه الكارديو اللي هيكون على الارض. الكارديو اللي هيكون على الارض مش هيبقى فيه مقاومه زي التريدميل. مش هيبقى فيه مثلا اي حاجه ممكن تكون خطر على عضلاتك او هتضر بعضلاتك زي الفاست كارديو. برضو في المركز الثاني عندي قبل التريدميل عندي الستير ماستر. ليه الستير ماستر؟ لان هو بيحاكي بشكل كبير جدا حركه طلوعك على السلم، لكن ما بيعملش زيه زي التريدميل. فبالتالي بيكون حاجه مفيده جدا انك تستخدمها في فتره الكاتنج، او بمعنى اصح بشكل عام لو انت حابب ان انت تعمل كارديو محترم. ولكن هيفضل الرقم واحد بالنسبه لي وهو الكارديو اون جراوند، اللي هو اللي في الشارع. ليه؟ لان جودته بتكون عاليه جدا، ومفيش حاجه اسمها، ومش هقول لك هنا بقى بيحاكي ومش بيحاكي، لا، هو انت هنا فعلا بتعمل كارديو على الارض. فاهمني ازاي؟ انت اللي بتولد الطاقه بتاعت الحركه، وانت اللي بتحرك جسمك، وانت الارض ثابته انت اللي بتتحرك عليها. فاهمني ازاي؟ بس فاتمنى ان احنا نكون غطينا كل حاجه عن التوبيك بتاع الكاتنج او التنشيف او حرق السعرات او نزول الوزن. فما تنساش قبل ما تقفل الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتعمل شير كمان لاصحابك، عشان لو في اي حد منهم بيحاول ان هو ينزل وزنه او يعمل كاتنج او يعمل تنشيف او ايا كان من الحاجات بتاعت نزول الوزن، يستفيد من الفيديو ده. وان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة وتوبيك جديد. بيس.